لو في كاتب واحد قدر يحط مصر كلها، حواريها، ناسها، صراعاتها وأحلامها في كتب، يبقى هو نجيب محفوظ، الأديب اللي بدأ من الحارة البسيطة ووصل لنوبل. اتولد نجيب محفوظ سنة 1911 في حي الجمالية بالقاهرة. كان أصغر إخواته. طفولته كلها كانت في قلب الحارات الشعبية القديمة، وده انعكس بعدين على روايته اللي مليانة بروح الحارة المصرية. درس الفلسفة في جامعة القاهرة. كان متأثر بالفكر والفن الغربي زي ما كان متعلق بالتراث المصري. بدأ حياته ككاتب قصص قصيرة، وبعدين اتجه للرواية. في الأول كتب روايات تاريخية عن مصر القديمة زي عبس الأقدار ورادوبيس، لكن نقطة التحول كانت لما بدأ يكتب عن المجتمع المصري المعاصر. أشهر إنجازاته الثلاثية بين القصرين، قصر الشوق السكرية، واللي جسدت تاريخ أسرة مصرية من بداية القرن العشرين لحد ثورة 1952. أعماله المميزة زقاق المدق، حكاية عن الحارة والناس البسيطة. اللص والكلاب، عن الصراع بين الخير والشر بعد ثورة يوليو. صرصرة فوق النيل، نقد للفساد واللامبالاة في المجتمع. أولاد حارتنا، الرواية اللي أثارت أكبر جدل ومنعت سنين طويلة في مصر لأنها فسرت قصص الأنبياء بشكل رمزي. في سنة 1988 حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل للأداب، وده خلاه أول عربي ياخد الجايزة دي. لما سألوه عن سر نجاحه قال: أنا ابن الحارة المصرية وهي مدرسة الحياة. نجيب محفوظ شخصية عملت جدل كبير، في ناس شافته ضمير الأمة وصوتها، وناس انتقدت بعض رواياته خصوصا أولاد حارتنا. وفي سنة 1994 اتعرض لمحاولة اغتيال من متطرفين، لكن نجا منها وفضل يكمل حياته في هدوء. روايات نجيب محفوظ كانت كنز للسينما المصرية. أكتر من 30 فيلم اتعمل عن رواياته زي بداية ونهاية، اللص والكلاب، زقاق المدق، صرصرة فوق النيل. نجيب محفوظ عاش بسيط لآخر لحظة رغم شهرته العالمية. توفى سنة 2006 وشيعته مصر كلها كأنه بطل قومي. نجيب محفوظ ما كانش مجرد كاتب، كان شاهد على مصر القرن العشرين. قدر يخلي الحارة رمز للإنسانية كلها، وكتب اسمه كأعظم أديب عربي وصل للعالمية.